فجر الحرية، ذلك هو الأمل الذي على أساسه أطلقت حركة فتح هذا الاسم على المسيرة التي دعت لها نصرة للأسرى ولحريتهم. اليوم هنالك هنا فعالية، ليست هذه فقط، هناك فعاليات في كل أرجاء الوطن، وليس اليوم، بالأمس والأسبوع الماضي وقبله وغدا وفي كل يوم فعاليات نحن سعيدين لها إلى درجة كبيرة جدا، لأن هذا تفاعل الشعب الفلسطيني مع أبطاله، مع ممثليه، مع هؤلاء القادة الأسرى في سجون الاحتلال الذين يقفون وقفة عنفوان في مواجهة هذا السجان. مدينة بتونيا شهدت انطلاقة المسيرة نحو معتقل عوفر الاحتلالي، وعلى رأسها قيادات من حركة فتح والشبيبة الفتحوية وقيادات وطنية وذوي أسرى ومعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. نحن هنا اليوم بدعوة من حركة فتح من أجل أن نوصل عدة رسائل، أولها للأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة ملحمية بطولية. جئنا لنقول لهم بأن حركة فتح والشعب الفلسطيني يقدر عاليا ما تقوم به من تضحية بحريتكم، وقد تكون بحياتكم من أجل حرية وحياة شعبكم، وبأن الشعب الفلسطيني لن يترككم وحيدين في مجابهة هذه الإجراءات القمعية الإسرائيلية. المئات من جنود الاحتلال احتلوا المواقع والتلال المحيطة بمعتقل عوفر، وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة ومنعوا وصول المواطنين للمنطقة، وكذلك أعاقوا عمل الطواقم الصحفية. الجماهير الفلسطينية والتي لبت النداء لنصرة الأسرى أصرت على إيصال صوتها ورسالتها، لكن قوات الاحتلال جابهتها بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. المقاومة الشعبية هي إحدى أهم نقاط استراتيجية حركة فتح والكل الوطني لمواجهة الاحتلال. تعمل فتح على توسيع قاعدتها وتفعيلها، وما مواجهات اليوم إلا تعبير عن تطبيق النظرية بالفعل. أحمد براهمة، مفوضية الإعلام والثقافة.